السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة رائعة للناس اللي كيعانيوا من البشرة المتعبة، البشرة الشاحبة، البنات اللي كيعانيوا من البثور والحبوب والآثار ديالهم، البنات اللي كيعانيوا من التصبغات والبقع الداكنة. صراحة هاد الوصفة البنات راه غزالة 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 بزاف، غير جربوها وتبعوها. تقريبا هاد الوصفة ديروها مرة في الأسبوع وغتعطيكم واحد النتيجة زوينة. هاد الوصفة البنات اللي غنقدم لكم اليوم هي وصفة لتبييض وتفتيح البشرة، وكما قلت لكم لعلاج التصبغات والبقع الداكنة. والأهم من هذا البنات اللي كيعانيوا من الحبوب والآثار ديالو على البشرة ديالهم، هذه هي الوصفة الملائمة ليهم. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا على بركة الله. أول حاجة البنات قبل ما نبداو الماسك ديالنا ما فيها باس نحضروا واحد المقشر. نصيحة، قبل ما ندير أي ماسك للبشرة ديالي ندير واحد المقشر، لأن المقشر ملي كديريه قبل الماسك داك الماسك اللي كديريه كيعطيك واحد النتيجة أفضل. الماسك اللي غادي نقدم لكم اليوم ساهل وهو المتداول عندي اللي كنستعملو بزاف، مقشر القهوة. وغادي نخلّط هاد المقشّر بزيت جوز الهند. وأنا ديجا في الفيديو السابق هدرت لكم على فوائد زيت جوز الهند، وكذلك نصحتكم بهاد النوع اللي أنا ديما كنستعملو، ديما كنشريه. هو زوين زوين بزاف هاد النوع هذا bio forme، زيت جوز الهند البيو. إذا غادي ناخدو لتحضير المقشّر غادي ناخدو واحد 2 معالق ديال القهوة، غادي نضيفو ليها تقريبا معلقة إلى 2 معالق من زيت جوز الهند. المهم غنبقاو نضيفو في زيت جوز الهند حتى نكونوا واحد المقشر، حتى تجمع لينا القهوة ونحصلوا على واحد المقشر. المقشر البنات راه ممتاز جدًا للبشرة، كيزول الخلايا الميتة، كينظف لك البشرة بعمق. وما تنساوش أن القهوة راه عندها واحد الفوائد هائلة للبشرة، كتنظف البشرة، كتعطيها واحد اللون، كتفتح لك لون البشرة، كتوحد لك لون البشرة، وكتزول لك الخلايا الميتة. وكذلك القهوة راه ممتازة للناس اللي كيعانيو من الكلف والتصبغات وكذلك الحروق الشمسية. إذا كناخدو هاد المقشر هذا وكنوضعوه على البشرة ديالنا وكندلكوه بلطف، يعني ما تبركيش على الوجه ديالك، خصوصا الناس اللي كيعانيو من البشرة الحساسة. راه المقشر ما خصهمش يكثروا منه. وكذلك ملي يكونوا كيوضعوا المقشر على الوجه ديالهم يحاولوا انهم يقوموا بحركات دائريه خفيفه على البشره ديالهم. وما تنساوش البنات ملي تكونوا كديروا المقشر ما تنساوش لا زون تي. لا زون تي هي اللي كيكون تيتجمع فيها الزيوت، كيتجمعوا فيها الرؤوس السوداء. إذا حاولوا ملي تكونوا كديروا واحد المقشر ركزوا ليا على المنطقة دي. من بعد ملي ديروا المقشر تقوموا بحركات دائرية لمدة تقريبا واحد 2 دقايق حتى 3 دقايق. من بعد غسلوا الوجه ديالكم ونشفوه، وغادي دابا ننتقلوا باش نحضروا الماسك اللي غديروه من بعد هذا المقشر هذا. الماسك اللي غادي نحضرو غادي نحتاجو فيه كما كتشوفوا الشاي الأخضر مطحون. والشاي الأخضر راه عنده واحد الفوائد هائلة للبشرة نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة. الشاي الأخضر راه فعال في علاج الحبوب. البنات اللي كيعانيو من الحبوب ومن الآثار ديال الحبوب ما يستغناوش على ماسكات الشاي الأخضر. جميع الماسكات اللي كيكونوا فيهم الشاي الأخضر راه هاد الماسكات هادي ملائمة جدًا للبشرة اللي كتعاني من الحبوب. كذلك الشاي الأخضر يفتح لون البشرة كيوحد اللون ديال البشرة. وما نساوش أن الشاي الأخضر كذلك يعمل على تجديد خلايا البشرة، وكيزيل كذلك الزيوت والأوساخ المتراكمة على البشرة. إذا أول مكون اللي غنحتاجو في هذا الماسك هو كما قلت لكم الشاي الأخضر اللي كنديروه في أتاي. غادي طحنوا واحد الكمية، من بعد غنضيفوا للشاي الأخضر الأرز المطحون. نتوما كتعرفوا الأرز الفوائد ديالو خاصة في تفتيح وتبييض البشرة، هو ممتاز للبشرة. غناخدو واحد 2 معالق تقريبا ديال الشاي الأخضر وغنضيفوا ليه معلقة ديال الأرز المطحون. وغادي نخلطوا هاد المكونات نضيفوا ليها العسل. تكون عندكم واحد النوع ممتاز. غادي ناخدو تقريبا واحد المعلقة ديال العسل كما قلت لكم، العسل الحر.
غادي نضيفوه لهاد المكونات هادي. وانتم كتعرفوا أن العسل راه مرطب ممتاز للبشرة. علاش حنا كنزيدوه في الوصفات؟ لأنه كيعطي واحد الرطوبة، واحد لا بغيلونس للبشرة. خصوصًا العسل راه ممتاز لأصحاب البشرة الجافة. هاد المكونات هادي غنضيفوا ليها واحد العنصر، واحد المكون اللي هو اللي غيزين لينا هاد الوصفة هادي، وهو اللي غادي يخلي ليك البشرة ديالك فيها واحد البيوضة. يعني غادي يعطيك واحد البياض، وغيفتح لك اللون ديالك، غيولي وجهك بلارة بهاد المكون هذا. المكون هو الحليب الرايب. يعني خليو الحليب حتى يروب، ما تاخدوش حليب عادي، خليوه حتى يولي رايب، كما كيقولوا لي في الدول الأخرى اللبن. إذا غناخدو هاد الحليب هذا وغادي نخلطو به هاد المكونات هادي. صراحةً البنات راه الحليب الرايب، أو كما يقولوا ليه اللبن، راه غزال للبشرة نظرًا لاحتوائه على حمض اللاكتيك. هو معروف أنه يحتوي على حمض اللاكتيك، وهذا المكون هذا، هذا العنصر هذا هو المسؤول بالدرجة الأولى على تفتيح لون البشرة. كيفتح لك البشرة من الاستعمال الأول، كيفتح البشرة وكيوحد لون البشرة. البنات اللي عندهم كلف وعندهم تصبغات، الحليب الرايب راه ممتاز ليهم البشرة ديالهم. إلا داوموا على الوصفة اللي كيكون فيها الحليب الرايب، أي وصفة يعني كتكون مخلطة بالحليب الرايب، راه تتحيد لك التصبغات وكتحيد لك البقع الداكنة، وحتى السواد تحت العين مع المدة ومع المداومة كتلاحظي بأن داك السواد كيختفي. هو ممتاز كذلك للهالات السوداء. إذا كما كتشوفوا أنا شديت الحليب الرايب، اللبن، وخلطته بهاد المكونات كاملة العناصر حتى تجانسوا ليا العناصر كاملين، وعطاوني هاد لا تيكستور، هاد الخليط بحال هكا متجانس. غادي ناخدو هاد الخليط هذا وغادي نوضعوه على البشرة ديالنا اللي حنا نظفناها بالكوماج. غادي نوضعوا على البشرة ديالنا وغنخليوه تقريبا واحد 20 دقيقة. من بعد نخليوه حتى يجف لينا هاد الماسك، ونغسلوه بالماء دافئ ثم بالماء بارد باش نسدو المسام ديالنا. ومنين تساليو البنات ما تنساوش ترطبوا البشرة ديالكم بواحد المرطب. ديما يكون عندكم كريم مرطب مناسب للبشرة ديالك، لأن الترطيب راه مهم للبشرة. وصراحةً غادي تكتشفوا أن هاد الماسك هذا غيعطيكم واحد النتيجة زوينة، على ضمانتي. غير تبعوه، تقريبا ديروه مرة في السيمانة. كنتمنى تجربوا هاد الماسك هذا، وكنتمنى تخليو لي تعاليق زوينة ديالكم، وانتظروني في فيديو قادم. خليو لي واحد اللايك زوين، وخليو لي واحد التعليق زوين. والبنات الجداد نتمنى ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد من القناة ديالي. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.